أكيد كلنا بنسأل نفسنا إذا حصل مننا ذنوب أو معاصي في رمضان فمين عليها زقنا؟ إذا كان شيطاننا مش هنا متسلسل وبعيد عننا يبقى كده مين اللي غلطان؟ يا مساء الرضا والسعادة، أكيد كلنا عارفين إن في رمضان بتسلسل الشياطين، وفي أكتر من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الموضوع ده. منهم على سبيل المثال لا الحصر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. اختلف العلماء في معنى تسلسل الشياطين، في منهم اللي قال معناها ان الشياطين بيبقوا موجودين لكن بتقل قدرتهم على انهم يبقوا على البني ادم مسيطرين، وفي تفسير تاني قال ان اللي بيصفد ويسلسل هم المرضى والشياطين الكبيرة اللي بتبقى قدرتهم على الوسوسة والاغراء